السلام عليكم حبيباتي وميماتي الغاليات اللي منورين ليا القناه. كدايرين لبس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير، اموركم كل على خير ان شاء الله، دائما ناشطين فرحانين سعداء. نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. ميماتي وصحباتي واخواتاتي وحتى المشتركين جداد، مرحبا والف مرحبا بكم. نتمنى هذه القناه المتواضعه والبسيطه تعجبكم وتكونوا دائما كتستافدوا منها ولو غير شويه. قبل ما نبدا اي فيديو كيف العاده كنبغي نشكركم بزاف على تعليقاتكم، على دعواتكم، لهلي خطيكم اي كلمه نقدر نقولها والله تقليله في حقكم. الله يخلي لكم الصحيحه ويطول لكم ربي العمر ويعطيكم اي حاجه زوينه في هذه الدنيا، لهلي يحرق فيكم شي عظم. مرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنتشارك معكم واحد الغريبه اللي من الارشيف ديال القناه اللي كتجي خطيره لذيذه رائعه فعلا. اي كلمه نقدر نقولها ما توفيهاش حقها. تقريبا انا حضرتها معكم هذه 5 سنين والاخوات لدابا مازال كيرجعوا كيجربوها. فعلا كتجي رائعه غريبه بلا سميده غير بالكوك، كتجي فنه خفيفه، واحد المذاق فيها عجيب. وإلا جربتوها وذقتوها غتبقاو دائما ديروها، خصوصا انها سريعه التحضير. يعني تقريبا في المجموع ديال الطياب والتحضير ديالها ما كتفوتش واحد نص ساعه. جربوها لان فعلا كتجي رائعه ولذيذه، وانتم ان شاء الله الا جربتوها غادي تردوا عليا الخبر. الا عجبكم الفيديو كيف العاده اخواتي ما تبخلوش عليا، الله يسهل عليكم باللايكات اللي كيحفزوني وكيشجعوني. بطبيعه الحال الا شفتوني انني نستحق نخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنا 2 ديال البيضات اللي كيكونوا متوسطين، والبيض خاصو يكون بدرجه حراره المطبخ. وعندي هنا 100 غرام ديال السكر حبيبات اولا السكر سنيده، 100 غرام اللي هي كاس عنبه الربع. وكتبقى الحلاوه على حسب الذوق، ممكن ديروا حتى الكاس، لكن غير كاس لاروب اولا 100 غرام راه كافيه ووافيه. عندي هنا 100 مليلتر ديال الزيت النباتيه اولا الزيت العاديه، 100 مليلتر اللي هي كاس عنبه الربع. وعندي هنا كاس عنبه ديال الدقيق الابيض اولا الفارينه، كاس عنبه ديال الدقيق اللي هي 100 غرام. وانا غادي نزيد على هاد 100 غرام واحد 2 المعالق كبار على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. وعندي هنا 250 غرام ديال الكوك اولا جوز الهند نواد كوكو، 250 غرام اللي هي رابعه ديال الكوك. من الافضل انكم تختاروا الكوك اللي كيكون ميدم، وإلا كان الكوك غليظ بزاف من الاحسن انكم تطحنوه. انا ما طحنتوش لانه ما عنديش غليظ بزاف. وعندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون نوعيه جيده حيوانيه، ما يعادل 30 غرام. معلقه كبيره كتعطينا واحد المذاق زوين لهاد الغريبه. وعندي هنا معلقه كبيره ديال المربى ديال المشماش اللي كيكون جاري، معلقه كبيره كتخلي لينا هاد الغريبه كتجي معلكه. 7 غرام ديال بيكين باودر او خميره الحلويات، 7 غرام اللي هي ساشيه وحده. سكر منسم بالفاني 7 غرام. وقبيصه ديال الملحه. كيف كتلاحظوا معايا المقادير جد سهله وبسيطه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه لطريقه التحضير كناخذوا واحد الاناء اولا واحد البول اللي كنديروا فيه 2 ديال البيضات مع 100 غرام ديال السكر سنيده اللي هي كاس عنبه ما عامرش، والحلاوه كتجي هي هذه كيف قلت لكم. سكر منسم بالفاني 7 غرام. وقبيصه ديال الملحه. غادي نطلقوا شويه هذا البيض مع السكر سنيده. ممكن تستعملوا الطراب انا دائما تقليديه كنستعمل غير ايديا باش كنتحكم في القوام ديال العجين. صافي هنايا غنخلط البيض غير شويه مع السكر سنيده، وغادي نزيد عليهم 100 مليلتر ديال الزيت اللي هي كاس عنبه اللي ما كيكونش عامر، وكذلك معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال المربى ديال المشماش. وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. انا هنايا الزبده عندي شويه كانت عندي في الثلاجه، غادي نضيف شويه ديال الكوك وغادي نخلط باش هكا كتذوب ليا ديك الزبده. الا كانت عندكم درجه حراره المطبخ من الاحسن. المهم انا كنطربهم هكايا مع بعضياتهم. كي قلت لكم غادي نضيف غير شويه ديال الكوك باش ديك الزبده كتخلط ليا وكتجي في الخليط كامل. من بعد هنايا ما كنحس ان المكونات انسجموا مع بعضياتهم وديك الزبده دابت. دابا غادي نضيف هذيك الكميه كامله اللي عندي ديال الكوك. كيف قلت لكم 250 غرام اللي هي رابعه ديال الكوك معبوره نيشان. دابا غادي نخلط هذا الكوك مع المكونات كامله، وكنحاول انني كنخرج منه ديك الزيت اللي كتكون فيه، لان هي اللي كتعطي واحد المذاق مميز ديال الكوكو. كنبقى ندمج بهذه الطريقه هذه
حتى كنخلط مزيان تقريبا واحد دقيقه باش المكونات كينسجموا مع بعضياتهم. وكيف قلت لكم هذا هو السر باش كتخرج لينا ديك النكهه ديال الكوكو اللي كتعطينا واحد المذاق رائع بزاف. صافي هنايا من بعد ما كنخلط الكوكو كيف قلت لكم مده دقيقه حتى كينسجم مع المكونات. دابا غادي نضيف كاس ديال الدقيق اللي هي 100 غرام اولا كاس عنبه، بطبيعه الحال كيكون مغربل، وغادي نحاول ندخلو في المكونات مزيان. وفي هذه المرحله ما غنزيدوش الدقيق حتى كنضيفوا الخميره ديال الحلوه وكنخلطوا مزيان وكنشوفوا القوام كيفاش داير على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. راه كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي يعني كاس كيكون وافي. انا هنايا من بعد ما جمعتها بانت ليا شويه خفيفه، داكشي علاش زدت 2 ديال المعالق كبار. واصلا هي القوام ديالها راه كيكون خفيف، داكشي علاش قلت لكم الغريبه كتجي خفيفه وما وازناش، يعني كتجي بحال الريشه الا كنتو هازينها في يديكم. صافي هنايا زدت دوك 2 المعالق ديال الدقيق، وكيف قلت لكم راني ضفت الخماره ديال الحلوه غير وحده. وهذا هو القوام اللي خاصني نتحصل عليه. ودائما ما نقيسوش بديك اليد اللي نكونوا كنخلطوا بها العجين، نقيسوا باليد اللي كتكون ناشفه، لان دائما ملي كنكونوا دايرين يدينا في العجين كتبان لينا جاريه ولكن راه هي هذيك. هذا هو القوام ديالها، يعني بطبيعه الحال كتلصق في الايد كتجي شويه خفيفه. وهنايا غادي نحتاجو سكر كلاصي سبيسيال، انا كناخذو من عند مول الحلوه كنقول له سكر كلاصي سبيسيال، كيعطيه ليا بالعبار والصراحه كيكون مزيان احسن من ديال العلب. هنايا بطبيعه الحال كنغربلوه باش ما كيبقاوش فيه دوك الكويرات. قبل ما نبداو نكوروا هكايا الغريبه ديالنا ضروري ما كنديروا يدينا في الماء، لان كيف قلت لكم القوام ديال هذا العجين ديال الغريبه كيكون شويه خفيف. فمره ديروا يديكم في الماء باش ما كتلصقش ليكم. وكنشكلوا الغريبه على حسب الحجم اللي بغيتو. انا تقريبا درتهم كبار، نتوما ديروا الحجم اللي بغيتو، يعني ممكن تعبروا ديروا في كل وحده 30 غرام اولا 20 غرام على حسب نتوما واللي بغيتو. مهم راه كتجي زوينه ضروري ما خاصكم ديروها. صافي هنايا من بعد ما كنكور مهم انا درتهم كي قلت لكم كبار، كنديرهم في السكر كلاصي وكنبدا كنفندهم وكنلبس ليهم السكر كلاصي كيف كتلاحظوا معايا. كنتمنى الصوره كتوضح اكثر من كلامي. وكيف كنقول لكم دائما المقادير غتلقاوهم في صندوق الوصف، كنكتبهم بالنسبه للاخوات اللي كيهتموا بالامر، واخا كنحط كلشي ولكن ما كنساكمش. صافي هنايا كنحاول هكا نفند هاد الغريبه مزيان في السكر كلاصي. ضروري ما كتلبسوا ليها السكر كلاصي، وراه في الحلاوه كتجي هي هذيك، لان اصلا درنا غير كاس ما عامرش كتجي هي هذيك الحلاوه ديالها. وهذا السكر كلاصي سبيسيال ما كيكونش سبحان الله حلو بزاف بحال العادي. صافي غنبقى هكا نفندها وغادي ندير معكم وحدين اخرين على حسب الاخوات. كيف كنقول لكم المبتدئات معنا يعني كنمشي معاهم جميع المراحل. وهاد الغريبه راه ناجحه مليار في المية، يعني واخا تكوني اول مره غديريها غتنجح معاك. في هاد الاثناء ضروري ما الفران الا كان الفران ديال الغاز تكونوا شعلتوه قبل ما تبداو. انا شعلته وخليته وجيت كنكور الغريبه باش كيكون سخون، فاش كندخلوه دغيا كتشقق لينا الغريبه، يعني ما كتاخذش واحد المده طويله، لان هاد الغريبه راه ما كتبغيش الفران بزاف، يعني الماكسيموم واحد 20 دقيقه باش هكا ما كتجيناش يابسه. كيف قلت لكم كتجي خفيفه وزوينه. صافي هنايا من بعد ما بنفس الطريقه كنكور هكايا الحلوه على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما، كبيره صغيره متوسطه، وكنديرهم هكايا مباشره في السكر كلاصي. ما تحطوهاش هكايا في سطح العمل لانها كتلصق، كتكون ديجا معلكه بهذا المعنى. صافي وكندوزها في السكر كلاصي، كنحاول نلبس ليها السكر كلاصي مزيان بهذه الطريقه هذه، وكنحطها يعني ما تخليو حتى بلاصه كتبان. هانتوما راه كتلاحظوا معايا كيفاش كندير السكر كلاصي. الصوره ان شاء الله تكون واضحه معكم. وغنكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله. وغادي نديروا واحد الطريقه بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو هكايا الغريبه تجيهم مفطحه. هانتوما راه ما شاء الله باقا عندي راه تقريبا خرجت 2 ديال الطاوات بحال هاد الطاوه هادي، يعني راه كتخرجوا حتى 40 حبه تقريبا 38 على حسب الحجم اللي درتو نتوما. هاد المرحله هادي كنديروا هكايا بالصبع ديالنا فوق الغريبه الا بغيناها تجينا مفطحه. انا الطاوه الثانيه ما درتش ليها يعني هاد العمليه، وراه غنوريكم كيفاش جات. كديروا غير بشويه، راه ماشي كتضغطوا عليها يعني حتى كتفطح، غير شويه وكتدخلوها للفران كيف قلت لكم اللي ديجا شاعل من قبل. كتشعلوا عليها غير لتحت، يعني العافيه كتكون من فوق منها حتى تبان لكم تشققات، وكتزيدوا تخليوها 5 ديال الدقائق، عاد كتطلعوها للفوق طيب لكم من التحت
تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، يعني في المجموع ديال الطياب ما كتفوتش ليكم واحد 20 دقيقه. نتمنى ان شاء الله الطريقه ديال الطياب تكون واضحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى، راه كتجي خفيفه وكتجي مفقعه وكتجي رائعه. الا جربتو هذه ما تبقاوش ديروا ديال الكوك، كنوعدكم كتجي فنه خطيره. شوفوا معايا من الداخل كتجي هشيشه معلكه. شوفوا معايا هانتوما كيف كتضغطوا عليها كتهبط كامله لان فيها الكوك كتير. نتمنى فعلا اخواتي تجربوها لانها كتجي رائعه. وانا راه دائما كنديرها ملي حضرتها معكم هذه 5 سنين، ودائما كنديرها لانها كتجيني سريعه، يعني بلا تصوير 30 دقيقه راه كافيه، يعني دغيا نزرب عليها وكتليق بزاف لضيوف الغفله. شوفوا معايا هاد التبصيل هذا ما ضغطش عليهم. شوفوا كيفاش جات، كتجي هكايا منفوخه وكتجي مشقه وكتجي رائعه ومعلكه. جربوها وان شاء الله تعجبكم. اسمحوا لي الا فيا الهضره بزاف، راه تيعجبني الحال معاكم. خليت لكم الراحه يا اغلى الناس، والسلام عليكم.